قصة مؤثرة جدا في اصطناع المعروف، ذكرها الشوكاني في البدر الطالع. قال: قصة عجيبة ونكتة غريبة في بلد شام الحرجة تسمى الحمرة، وذلك أن قيل أنها في البيضاء. هذا الرجل ذكر بعض أهل العلم أنه من أهل البيضاء. قال أنه كان فيها رجل من الزراعة أي يعمل في الزرع، وكان ذا دين وصدقة، فاتفق أنه بنى مسجدا يصلي فيه، وجعل يأتي ذلك المسجد كل ليلة بالسراج، الضوء بالسراج وبعشائه، كل يوم يأتي بالمصباح والعشاء، فإن وجد في المسجد من يتصدق عليه أعطاه ذلك العشاء، وإلا أكله وصلى صلاته واستمر على ذلك الحال. إذن هذا متصدق. قال: ثم اتفقت شدة ونضب ماء الآبار، قلت ماء الآبار في ذلك الزمن. قال: وكانت له بير، فلما قل ماؤها أخذ يحتفرها هو وأولاده، فخربت تلك البير، سقط التراب على أبيهم وهم يحفرون، فخربت تلك البير، والرجل في أسفلها خرابا عظيما، حتى إنه سقط ما حولها من الأرض إليها. تخيلوا هذه حفرة فيها ماء كانوا يحفرون فانهدمت. قال: خرابا عظيما حتى إنه سقط ما حولها من الأرض إليها، فأيس منه أولاده. قالوا: أبونا إيش؟ مات. ولم يحفروا له، وقالوا: قد صار هذا قبره. وكان ذلك الرجل عند خراب البئر في كهف، سبحان الله، في كهف فيها، فوقعت على بابه خشبة منعت الحجارة من أن تصيبه، فأقام في ظلمة عظيمة، مكث في ظلمة عظيمة. ثم إنه بعد ذلك جاءه السراج الذي كان يحمله إلى المسجد، وذلك الطعام الذي كان يحمله كل ليلة، وكان يفرق ما بين الليل والنهار، واستمر له ذلك الطعام، واستمر له ذلك الضوء. قال: مدة 6 سنين. 6 سنين وهو تحت الأرض في ذلك البئر. قال: 6 سنين والرجل مقيم في ذلك المكان على تلك الحال. قال: ثم إنه بدا لأولاده أن يحفروا البئر لإعادة عمارتها، فحفروها حتى انتهوا إلى أسفلها، فوجدوا أباهم حيا على قيد الحياة، فسألوه عن حاله، فقال لهم: السراج والطعام الذي كنت أحمل إلى المسجد يأتيني على ما كنت أحمله تلك المدة. فعجبوا من ذلك، فصارت قضية موعظة يتوعظ بها الناس في أسواق تلك البلاد. وقال في مطلع البدور: ومن جملة من زار هذا الرجل محمد بن الأصم رحمة الله تعالى عليهم. هذه قصة عجيبة ذكرها الشوكاني في البدر الطالع.